لابد من مواجهة ظروف الحياة. يسعد أوقاتكم أحبائي. المواجهة شيء كتير مهم بحياة الإنسان. المواجهة بيعطيك القوة والثقة بالنفس. نهائيا ما تفكر بيوم من الأيام أو بموقف أو بظرف من الظروف بحياتك إنك تتهرب من المواجهة. لابد من مواجهة ظروف الحياة بكافة الظروف القاسية، المؤلمة، المحزنة. المواجهة هي أفضل حل. إنك تصل وتثبت حالك وتكون واثق من نفسك وتكون هادئ. قد ما تهربت راح يكون في عندك خوف، قد ما تسترت على كافة الأمور، أي أمر كان، أي موقف كان بالحياة، قد ما تسترت راح تتعب، وقد ما خبيت راح تخاف. واجه الحياة، واجه المواقف، واجه الظروف. أصبحت الحياة قاسية مهما كانت قاسية، لابد من المواجهة. الحل الوحيد والسبيل هو المواجهة. التهرب من المواجهة ضعف، وراح يأثر على حياتك كتير، وراح يعطيك طاقات سلبية، راح يوصلك لمواصيل كتير سيئة. شي بتخاف منه لا تتهرب، أي شيء. هيدا الشي اللي بتخاف منه واجهه. أي خطأ مأخطئه في حياتك مع شخص أو صديق أو قريب، واجهه بخطأك إذا حان الوقت للمواجهة. ثق تماما بعد ما تواجه وتحكي سبب الأخطاء اللي ارتكبتها، تحكي الأسباب بكل صدق. ثق تماما راح ترتاح. مو مسألة بس ضمير إنه راح ترتاح، لأنه التهرب أو الكذب بعمره ما راح يجيب نتيجة، شو ما كان يكون الموقف في الحياة، موقف أو ظروف أو متاعب أو أمور نفسية، بعمرك ما تتهرب. التهرب جدا سيء. التهرب بيخليك ضعيف، ضعيف الشخصية، بتصل لمرحلة الاكتئاب. في له كتير تأثيرات على النفس. واجه المصاعب، واجه الظروف، المواقف، واجه. المواجهة بيعطيه طاقة إيجابية. المواجهة بيوصلك لكتير أمور وكتير حلول إيجابية. بحياة الإنسان نقاط ضعف بيخبيها أو بتستر عليها، وعلما بيكون الكل شايفها اللي من حواليه. واجه، واجه بنقطة ضعفك، واجهه وخليه يكون نقطة قوة مو نقطة ضعف. حوله لنقطة قوة. في كتير أمور وفي كتير أشياء في الحياة
نتهرب منها وما بنواجهها، صغيرة أو كبيرة، علما إذا بتواجهها أنت رح يكون الحل الأنسب. ثق تماما، المواجهة قوة، ثقة بالنفس. أي شي بتخاف منه في الحياة واجهه وتخلص منه. بالمواجهة كل شي بيتضح قدامك. بجوز لما أنت عم تتهرب من هذا الموقف أو هاي المواجهة ما بتعرف المخابيلك إنه هو عم يتهرب أكتر منك أو عم يتستر على كتير أمور. لذلك واجه، حتى إذا أنت كنت على غلط، واجه وصحح هذا الغلط. أي شي بتخاف منه بالحياة ما تتهرب، كن واثق من نفسك، حب نفسك. بالمواجهة رح تصل لحياة حلوة وطاقة إيجابية. سلامي لكم.